اما نيجي نعمل زبادي او جبنة او قشطة، لازم نجيب اللبن الطبيعي، اللبن اللي بخيره، يعني اللبن السايب اللي بنجيبه من عند اللبان. وعشان طبعا مش كفاية ان احنا نضمن ان اللبن من مكان موثوق منه، لازم نتأكد ان اللبن دوت متعقم ونضيف وخالي من اي ميكروبات او بكتيريا او اضرار تضر بصحتنا وصحة اولادنا. عشان نضمن ده عندنا طريقتين سهلين هنعملهم. اول طريقة ان احنا هنغلي اللبن 3 مرات، بعد ما يوصل لمرحلة الغليان هنغليه 3 مرات على الاقل، يعني مرة نشيله وبعد كده نرجعه ومرة تانية ومرة تالتة على الاقل. الخطوة الاولانية ديت كده بنتخلص من اي ميكروبات او اي اضرار ممكن تكون موجودة جوه اللبن. لكن ممكن يحصل تاني تلوث للبن من الجو، البكتيريا اللي موجودة حوالينا في كل مكان في الهواء، فعشان نتخلص منها لازم نغطي اللبن فورا بعد ما نطفي النار عليه. يبقى احنا ضمننا ان اللبن بتاعنا بقى متعقم ومتبستر كمان احسن من اللبن الجاهز، وتقدري تعمليه زبادي براحتك. وكل سنة وانتوا طيبين.